السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. لو عايزين نعمل فطار مختلف شوية او حتى عشاء خفيف ومختلف، هو مفيش احسن ولا اسهل من الفطير المقلي. فطير صغير كده بيخلص يعني بطريقة سريعة كده وسهلة، وبيخلص بسرعة جدا. معايا حوالي 300 جرام من الدقيق. اللي عاوز يزود الكمية يزود، يعني اللي عايز يعمل بنص كيلو 400 جرام 300 جرام على حسب الكمية اللي انت عايزاها. هو مش بمقادير ولا حاجة. انا عملت بحوالي 300 جرام من الدقيق، وهبدأ احط عليهم مية شوية شوية، سنة ملح بسيطة جدا، والعجينة دي بتبقى يابسة مش طرية. وهحط معاها معلقتين من الخل صغيرين علشان تبقى العجينة كده خفيفة وهشة، من غير بقى اي مادة رافعة ولا اي حاجة. لو عايزينه يبقى سريع معانا ما نركنهوش كتير، ممكن نحط مثلا ربع معلقة من البيكنج باودر، ربع معلقة بس مش اكتر يعني. هحط عليها كده معلقة من الزبدة او معلقة من السمنة اللي متاح، وهعجنها كده لحد ما تبقى ناعمة معايا وطرية كده، لا هي ناشفة ولا هي طرية. سبتها ترتاح كده حوالي 10 دقايق بس، وهبدأ استخدمها على طول، عشان انا حاطة ربع معلقة من البيكنج باودر. نقطعها كده قطع صغيرة يعني قد الليمونة الكبيرة كده، نقطعها كلها ونخلص الكمية ونشوف هنعمل ايه. هبدأ بقى ارش الترابيزة عندي بالدقيق، وافرد كل قطعة كده واركنها على جنب. بس كده سمكها بيبقى رقيق مش تخين. سهل جدا، ما بياخدش وقت، وكمان اول ما بنحطه في الزيت نقليه ما بياخدش وقت خالص في الزيت، بيحمر بسرعة جدا. خلصت كل الكمية اللي معايا. طبعا رشته بالدقيق علشان ما يلزقش على بعضه، او ممكن نوزعه في مكان ما نحطوش على بعضه ونوزعه على الترابيزة كده، بس انا ما كنتش عايزاه ينشف يعني. حطيت طاسة على النار وفيها زيت يسخن، وبعدين هبدأ اقلي الفطير ده. اول ما بنحطه في الزيت على طول بيتنفخ كده وتلاقوه على طول وشه حمار. نفرد بقى ورق مناديل كده ونطلعه عليه عشان يمتص الزيت الزايد، عشان يبقى خفيف كده، ما يبقاش فيه زيت كتير. نكون بقى محضرين مثلا، عايزين نرش عليه سكر بودر، او ناكله بالعسل، عسل اسود عسل ابيض زي ما انتوا عايزين. كده خلصنا الكمية. نرص بقى في طبق التقديم كده، واللي عايز ياكله بقى بالعسل او زي ما قلت لكم نرش مثلا بالسكر البودر، بيبقى طعمه حلو جدا وخفيف. انا عن نفسي بحبه بالسكر البودر، بيبقى حلو جدا وخفيف كده في الطعم كمان.
كده تكون خلصت وصفتنا النهاردة. اللي لسه ما اشتركش في القناة، لو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.